علاش المغاربه اللي سينجل كيحسوا بالضغط فاش كيمشيو للعرس؟ واحد الخبيزه سلتها هي الطيابه. الله يحفظك الوالده. الله يحفظك الوالده. كتدخل العرس وكيبان لك العريس مريح ومنور وضارب داك الكومبلي، وهنا كيبدا صديقك الدماغ كيدوي. اول حاجه كيدير المقارنه الاجتماعيه. في العرس كتشوف ناس فرحانين مرتبطين مزوجين وانت ربما باقي، وهنا ممكن تطيح في الفخ ديال انه تربط القيمه ديالك بانك باقي ما داخلش في علاقه. ثاني حاجه ممكن تحس بها الضغط الاجتماعي. الزواج عندنا في الثقافه المغربيه ماشي دائما غير قرار شخصي، ولكن هو توقع اجتماعي. كتحس بحال الناس كيتسناو فيك انك تتزوج، وفي العرس داك السؤال ديال المليون دولار كيبقى يتشاير، امتى غادي نفرحوا بك؟ اخر حاجه كتحس بالضغط المالي. العراس في المغرب ما كيتقاموش الخاص، القاعه، الدجاج بالدغميره، اللحم برقوق، مره شي بسطيله ديال الحوت، الموسيقى، الدهاز. وهذا الشيء ممكن يخلي الواحد يحس بالعجز وبالتوتر. كي غادي ندير ليها؟ وهذا الشيء اللي اكدته اخر دراسات في المغرب ان جزء كبير من الشباب كيعزف على الزواج بسبب الامور الماليه. الحل ماشي هو انك تهرب من العرس، ولكن كيف ما درنا دابا تعرف منين جاي هذا الضغط وتركز على الدجاج بالدغميره. راه ما كاينش شي حل احسن من هذا. الخلاصه ما تحكمش على راسك وتقول علاش انا كنحس بهذا الشيء. كاين ناس كثار حتى هما كيحسوا بهذا الشيء وما كيبغيوش يقولوها، لان ممكن نعتبروا بلي العراسات هي واحد البلاصه اللي فيها مجموعه ديال تريجرز. الا كنتي مهتم بهذه المواضيع النفسيه واللي كيحترموا سياقنا المغربي، هذا الشيء اللي كنحاولوا نديروه في المجتمع ديالنا منتج ومتوازن. تطبيقات وتمارين نفسيه ولكن كيحترموا الواقع المعاش في المغرب. الا كنتي مهتم خلي في تعليق كلمه توازن ولا مجتمع وغيوصلك الرابط في الخاص. صور اضاءات كريم تاج.